محايد لكن لا ينقل الصوره. تم قفل قناه الجزيره ثم فتحها، القنوات الاسلاميه ما زالت مقفوله، التشويش على القنوات التي تنقل الحدث. في حاله الناس كلها عندها شعور من الغضب، ما الذي يحدث؟ المعارضون لمحمد مرسي كانوا يتمتعون بكامل الحريه في القنوات المفتوحه، ويستضافون ويتكلمون بكل حريه وينزلون الشارع يجمعون، وما تعرض لهم مؤيدون محمد مرسي ابدا باي ضرر. الان المؤيدين لمحمد مرسي انتقلوا بالواقع العملي الى صفوف المعارضه، الان يخرجون يعبرون عن ارائهم. يتعرض اليهم، قتل اليوم قتل برصاص الحي في الراس امام الحرس الجمهوري 8. يعني انا لا ادري من اين اتيت بهذه الارقام استاذ احمد، اسمح لي. يعني البيان الصادر عن وزاره الصحه المصريه قبل قليل يقول هناك 6 قتلى في مصر كلها، 4 في القاهره و2 في مناطق مختلفه، اضافه الى 180 جريح. انا يعني ليس عندي غير ارقام وزاره الصحه. انا في الميدان. أنا في الميدان، أنا أمس يعني ربما ما لا أدري وزارة الصحة لما لا تذيع الحقيقة. 125 في الشرقية، 18 واحد، وصل 22 واحد قتلى اللي كانوا في ميدان النهضة، أكثر من 200 إلى 300 مصاب برصاص الحي في ميدان النهضة في جوف الليل. يعني أنا بتكلم، أنا في الحقيقة أنا لست إخوان مسلمين وأنت تعلم ذلك والكل يعلم ذلك، لكن أنا أتكلم الآن كشعور مواطن. طيب. في ممارسات شديدة جدا جدا على الأرض تجاه تيار، لا أدري هل هذا سيؤدي إلى حالة من التوافق الوطني الذين كانوا يدعون في البيان أن مصر في خطر. مصر حقيقة الآن، أنا بقول لحضرتك أسجل هذا، مصر حقيقة الآن إن لم يتدارك الجميع هذا الوضع المتأزم، مصر في خطر الآن. طيب دعني أسألك أستاذ أحمد، كيف يمكن برأيك تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم ويتطور إلى ما هو أخطر من ذلك؟ قالت الجماهير لا مش عايزينه، خلاص كلنا هنقول إرادة الجماهير والصندوق. انا اقصد ان احنا دعونا ايها العقلاء نتفق على آلية، عندما نختلف نرجع اليها، آلية الصندوق، آلية الميادين، آلية المعارضة، لكن آلية الاستقواء بالجيش ده خطر. الجيش ده لكل المصريين، احنا اللي بندفع فلوس الجيش رواتبه وتسليحه عشان يحمينا مش عشان يفرقنا كمصريين. انا لا ادري في الحقيقة من السياسيين اشار على الفريق اول السيسي بهذه المسألة. يعني في حد من السياسيين الكبار اتصور انه جلس معه وظل يزين له هذه المغامرة غير محسوبة النتائج. صدقني والله لو ان حتى يعني هذا الامر مر يعني باي شكل من الاشكال وخلاص انتهى محمد مرسي، سيظل في حالة مصر، ستظل في حالة احتقان لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. طيب استاذ احمد، يعني فقط دعني يعني اعلق بعض الشيء على هذه الصور المؤلمة التي نراها حاليا على شاشة سكاي نيوز عربية، صور مباشرة من كوبري 6 أكتوبر. شخص تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعات من الناس وهو الآن ملقى على الطريق. لا أدري إذا كانت إصابته خطيرة أم أنه يعني لا أدري وضعه الصحي تحديدا، ولكن شاهدنا مشاهد مؤلمة بالفعل لشخص تعرض إلى الضرب من عشرات الأشخاص. السلفي كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود مرة أخرى للأستاذ مجدي حمدان. أستاذ مجدي بعدك معنا؟ الأستاذ مجدي القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ. أستاذ مجدي تسمعني؟ أسمعك بوضوح. ربما استمعت إلى ما قاله الأستاذ أحمد، لا أدري إذا كنت استمعت إليه الأستاذ أحمد بديع. هل لديك أي تعليق على ما قاله؟ الأستاذ أحمد بديع يغيب الحقائق، ودائما ما هم يزيفون الوضع الراهن. هناك قتلى اليوم تم قتلهم بيد جماعة الإخوان المسلمين. لقد رأينا بعض الأشكال وبعض الصور لهم بالأمس وهم يضعون المسدسات في أكياس سوداء ثم يطلقها على من يقف بجواره ليقول أن الجيش تم الاعتداء عليه. لابد الآن أن يقوم الجيش ويقوم السيد المستشار عدلي منصور بالإطلاع بدوري بأن يفرض حظر التجول في الشوارع المصرية وأن يطبق قانون الطوارئ على كل هؤلاء. لقد كنا نقف في ميدان التحرير ثم جاءتنا المعلومة بأن هناك مسيرة قادمة من ميدان النهضة إلى ميدان التحرير، وعندما خرجت اللجان الشعبية لتأمين ميدان التحرير انطلقت